عاوزين نتعرف في الفيديو ده على ازاي نوصل للسعادة. ازاي اخرج من منطقة الراحة. منطقة الراحة دي شغلة وقت كبير، بس احنا مش حاسين ان هي منطقة راحة. كل واحد فينا بيروح الشغل وبيرجع كل يوم بيقضي نفس الروتين، نفس الحياة، نفس اللي بيعمله، نفس ما بيروح يكلم اصحابه ويجي ويشتغل ويقضي يومه كل يوم بنفس الشكل، وبيتمنى حياة سعيدة أفضل. بس معلش، ده مش هيجي بين يوم وليلة. الموضوع عايز جهد وعايز تعب، عايز ان احنا نخرج من منطقة الراحة. الانسان لو فضل يقول انا عايز اوصل وعايز يكون معايا وعايز اكون احسن من غير ما يجدد في حياته ويستحمل التجديد، لان التجديد مش شيء سهل. معلش، احنا عايشين في عصر التقدم، عصر السرعة. كل حاجة في الجيل اللي احنا عايشينه ده، كل حاجة بيعملها بسرعة. عايز يعرف اي معلومة بيفتح على السوشيال ميديا وبسرعة المعلومة بتجيله. عايز يتفرج على مسلسل، ما في احنا كنا زمان كان في عنصر التشويق، نتفرج على المسلسل وبعدين تستنى طب يا ترى هيحصل ايه، ونقعد نستنى لتاني يوم طب يا ترى ايه اللي هيحصل، ونقعد متشوقين. للأسف كل حاجة متاحة للجيل لولادنا، كل حاجة سهلة بالنسبة لهم، علشان كده ما عندهمش صبر. كل حاجة عايزينها الثانية ده لازم تحصل الوقت اهو، لانه لما يكون محتاج اي حاجة بيجيبها بسرعة، بيحصل على المعلومة بسرعة. عايز يتفرج على مسلسل ممكن يحمله ويشوفه كله بسرعة من غير ما يكون في عنصر تشويق ولا عنصر ان هو قاعد متحمس طب ايه اللي هيحصل. لا، احنا زمان كان العصر بتاعنا بيعودنا الصبر، ان انت تقدر تتحمل ساعة 2 يوم 3 عم اعرف المعلومة، عم اعرف ايه الحدث اللي هيحصل في المسلسل اللي بعديه. لكن للأسف عايشين في عصر افضل من اي وقت، ولكن والتطور الرهيب في التكنولوجيا وفي الحياة، فرص كتير قدامهم. التعليم بقى أسهل، السفر بقى أسرع، لكن الغريب إن أغلب الناس لسه حزينة للأسف، لسه مكتئبة، لسه مش لاقية معنى للحياة. ليه؟ لأنهم عايشين بنفس التفكير القديم، بنفس العادات، بنفس الروتين، بنفس الصحبة. التطور بره، لكن جوه الإنسان واقف مكانه، مفيش تطور. الحل مش إن الدنيا تتغير، لكن إن إحنا لازم نبدأ بنفسنا، لازم نخرج بره منطقة الراحة، نجرب حاجة جديدة. هون في الوقت ده هنلاقي السعادة، ساعتها هنحس بالإنجاز، لأن التجديد مش شيء سهل. احنا عايشين في عصر التقدم، عصر السرعة. كل حاجة في الجيل اللي احنا عايشينه ده، كل حاجة بيعملها بسرعة. عايز يعرف أي معلومة بيفتح على السوشيال ميديا وبسرعة المعلومة بتجيله. عايز يتفرج على مسلسل، ما في احنا كنا زمان كان في عنصر التشويق، نتفرج على المسلسل وبعدين تستنى طب يا ترى هيحصل ايه، ونقعد نستنى لتاني يوم طب يا ترى ايه اللي هيحصل، ونقعد متشوقين. عايشين في عصر افضل من اي وقت، ولكن والتطور الرهيب في التكنولوجيا وفي الحياة، فرص كتير قدامهم. التعليم بقى أسهل، السفر بقى أسرع، لكن الغريب إن أغلب الناس لسه حزينة للأسف، لسه مكتئبة، لسه مش لاقية معنى للحياة. ليه؟ لأنهم عايشين بنفس التفكير القديم، بنفس العادات، بنفس الروتين، بنفس الصحبة. التطور بره، لكن جوه الإنسان واقف مكانه، مفيش تطور. الحل مش إن الدنيا تتغير، لكن إن إحنا لازم نبدأ بنفسنا، لازم نخرج بره منطقة الراحة، نجرب حاجة جديدة. هون في الوقت ده هنلاقي السعادة، ساعتها هنحس بالإنجاز. عاوزة أقولك إن سعادتنا بتتسرق مننا كل يوم وإحنا مش حاسين. بتتسرق لما بنعيش نفس الروتين، بنكرر نفس الأخطاء. بتتسرق لما نرضى بالقليل ونخاف نجرب حاجة جديدة. بتتسرق لما نسكت عن حلمنا ونأجل التغيير. الوقت بيجري والعمر بيعدي، الحياة مش بتستنى حد. وانت مستني ايه؟ مستني تفضل مكانك؟ مستني ما تتحركش، ما تبدأش نقطة التغيير؟ التغيير مش رفاهية،
التغيير في الوقت اللي احنا عايشينه مش رفاهية، التغيير ضرورة عشان نرجع سعادتنا. لازم نخرج بره منطقة الراحة، نجرب حاجة جديدة، نكسر الخوف اللي جوانا. في الوقت ده هتكتشف، هتلاقي ان السعادة فعلا بتتسرق منك. كنا زمان عندنا حتة مفقودة دلوقتي اسمها الانتظار. كنا بنستنى المسلسل علشان نعرف باقي الأحداث، ممكن نستناه يوم اتنين، ممكن نستنى من الخميس للسبت لما يجي، كنا نستنى الخطاب لما يجي من السفر. لكن دلوقتي بسرعة الرسالة بتوصل بسرعة. كنا بنستنى الأيام والساعات. الانتظار ده كان بيعلمنا الصبر وبيعلمنا قيمة الحاجة. دلوقتي العصر مختلف، الانترنت بيجيب لك كل حاجة في ثانية واحدة. جيل كامل ما يعرفش يعني ايه صبر، ما يعرفش يعني ايه انتظار، خلانا مش مقدرين الوقت ولا قيمة الانجاز. علشان كده لازم نرجع نتعلم الصبر، ازاي نصبر ونتعب وننتظر علشان نحس بطعم النجاح والسعادة. حتى الشوبينج دلوقتي في ثواني، كل حاجة عاوزاها بتيجي سريعة. حتى المتعة والسعادة بتيجي من الموبايل وانت قاعد في بيتك وانت بتتحركش طول الليل، سحب سكرول سكرول سكرول. المنصات بتجيب كل حاجة، اللي انت بتحبه هو اللي بيجيلك. جسمك قاعد يفرز دوبامين على الفاضي. لكن المشكلة انك بتدمن السرعة وبتنسى الصبر، بتدمن اللحظة وبتفقد طعم الإنجاز والسعادة الحقيقية. السعادة السريعة زي الأكل السريع، بيشبعك لفترة مؤقتة لكن بيضرك بعدين وتسيبك فاضي من جوه. علشان كده خلي سعادتك ببطء وبمجهود حقيقي. هنا بس هتحس بطعم الإنجاز وبطعم الصعود. إن أنت لما تتعب وكل يوم بتتعلم حاجة جديدة، بعلم نفسي مهارة جديدة، ببدأ بحاجة بسيطة جدا، حتى لو 10 دقايق في اليوم، حتى لو كل يوم هتعلم حاجة. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض خلقهم في 6 أيام. يعني لازم نتعلم الصبر، لازم نعرف إن كل حاجة عايزة مجهود، كل شيء في بدايته صعبة. لو الإنسان عاش بنفس الروتين اللي بيعيشه كل يوم، بيقوم يروح شغله يجي من الشغل، اليوم بيعدي كل يوم زي اللي قبله، وعايز يبقى فيه سعادة وفيه إنجاز. ما هو أنت ممكن لما تتعب وتبذل على نفسك وقت وشغل وتكتسب مهارة، كل ده هيحسسك بالإنجاز، كل ده هيحسسك بالسعادة. لأن الحياة طول ما قلبنا بيدق وبيتحرك عايزنا نعمل، وأن للإنسان إلا ما سعى. فربنا سبحانه وتعالى عاوزنا نسعى. بيقول لك قلبك ده لو وقف لحظة انت عارف هيحصل ايه. فعلشان كده الحياة مش عايزانا نقف، مش عايزانا ننام، مش عايزانا ان احنا نعيش في ركود وكسل. لا، الحياة عايزة العمل والنشاط والجد والاجتهاد. كل ده هيوصلك للصعود والإنجاز، بس لازم تتعب. والتعب على النفس شيء مهم جدا. يعني العصر اللي احنا عايشين فيه عصر التكنولوجيا، ده سلاح ذو حدين، بيساعدك وفي نفس الوقت بيضرك. ربنا سبحانه وتعالى بينزل كل شيء بقدر معلوم. ده معناه ان كل حاجة لها وقتها المناسب. الزراعة بتكبر بشهور طويلة مش في ثانية. البحر بيتملي بالمطر سنة بعد سنة. ده بيعلمنا الصبر والهدوء والتأني. لكن العالم دلوقتي عايز يعلمك السرعة في كل حاجة، عايزك تشتري في ثانية، تاكل في ثانية، تحب في ثانية، تنسى في ثانية، تحقق كل حاجة في ثانية. لكن السرعة دي بتسرق مننا المعنى والبركة والسعادة. خليك فاكر إن العجلة من الشيطان، وإن الصبر مفتاح الفرج. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا وعارف طبيعتنا، عارف الكتالوج اللي يناسبنا ويصلح حياتنا. علشان كده عاوز كل حاجة تيجي بالراحة. حتى المية لما قال لنا نشربها، قال لنا نشربها على 3 مرات، حتى لو كنا عطشانين جدا. يعني مش كل حاجة مرة واحدة وبسرعة، لأن كل حاجة لازم تيجي بالهدوء وتيجي بالتدريج. كل شيء ربنا أنزله بقدر، الأرزاق بقدر، كل شيء بيجي في وقته. بس مش معنى تأخيرها إن هي مش هتيجي، لا، ده هي هتيجي.
الهدوء مش بطء، الهدوء حكمة. عصر السرعة اللي احنا عايشين فيه عاوز يفقدك كل إحساس بالسعادة، عايز يخلي لك كل حاجة سهلة، كل حاجة يعملها لك وانت قاعد في بيتك، حتى الصدقة بقت أونلاين. يعني بضغطة زر واحدة ممكن تتصدق. التكنولوجيا سهلت كل حاجة في حياتنا، لكن الحل السهل سرق مننا الحركة والمجهود. سرق مننا الحركة والمجهود، بقينا نعمل كل حاجة واحنا قاعدين في البيت. مفيش خروج، مفيش حركة، مفيش حياة. النتيجة ايه؟ السعادة قلت والطاقة ضعفت. السعادة محتاجة حركة، محتاجة شمس وهوا ومقابلة وناس، مش كل حاجة تكون اونلاين وننسى الحياة الحقيقية. أولادنا للأسف بيعيشوا في المرحلة دي إن كل حاجة عاوزينها سهلة، كل حاجة تجيلهم. إزاي طاقتهم هترجع لهم؟ إزاي سعادتهم الحقيقية هيوصلوا لها بدون الحركة والنشاط، وإن هم يتعاملوا مع أصحابهم ويخرجوا ويبقى في شد وجذب، الحياة يبقى لها طعم، الصدقة يبقى لها طعم. علشان كده لازم نعرف أولادنا إن إحنا لازم يكون عندنا هدف كل يوم، في ضرورة للحياة. الراحة بتعيشها لساعات، لكن معلش بتأخرك سنين، بتوقفك مكانك سنين. أما التغيير بيتعبك شوية لكن بيرفعك كتير. النجاح مش هيسعى ورا حد قاعد بيستنى المعجزة تنزل عليه. لازم الإنسان هو اللي يكون جواه العزيمة والإصرار، هو اللي يكسر الخوف اللي جواه، هو اللي عاوز يبدأ، هو اللي عاوز يغير من نفسه، هو اللي يحكم ذاته. يعني ما اديش مساحة لوقت ان انا انام فترة طويلة وما نجزش حاجة. لو انا كتبت كل يوم اهدافي وكتبت لي هدف او اتنين وفي نهاية اليوم بعلم عليهم علامة صح، ده بيفرز شعور بالسعادة ملوش حد. ان انت بتنجز، بتعمل حاجة جديدة، بتفيد نفسك وبتفيد مجتمعك، بتجدد من حياتك. كل هو ده النجاح. معنى النجاح ايه؟ ان الانسان يوصل لاهدافه. فالانسان عمره ما هيوصل لاهدافه وهو عايش في منطقة الراحة. لا، لازم اخرج منها، لازم اساعد نفسي، اقوم نفسي، اقول لنفسي لا انا ورايا النهاردة كذا هقوم اعمله، انا النهاردة من اهدافي هعمل كذا. في بداية يومي اخطط لليوم بتاعي، اعمل لي خطة يومية، خطة اسبوعية، هعمل ايه، هنجز ايه فيهم. هو ده النجاح. يعني معنى النجاح ان اوصل لاهدافي واحققها، وتكون حاجة جديدة، حاجة تفيدني، حاجة تطور مني، حاجة تغير. ده اللي هيوصلني للسعادة الحقيقية فعلا. اتمنى يا رب ان احنا كلنا نعيش سعداء ونوصل للسعادة الحقيقية. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله.